يحكى عن حطاب يسكن بإحدى القرى النائية، وفي كل صباح يقصد الغابة فيقطع ما استطاع من الحطب، ثم ينزل به للسوق فيبيعه ويطعم بثمنه زوجته وأولاده. وفي أحد الأيام وصل إلى الغابة، ولما رفع فأسه ظهر له جني له لحية بيضاء، وقال له: إنك تزعجنا بحضورك، فكف عن قطع هذه الأشجار وابتعد من هنا. أجاب الحطاب: ومن أين نأكل أنا وزوجتي وأولادي؟ أطرق الجني رأسه قليلا، وقد أخذته الشفقة على الرجل المسكين، ثم نظر إليه وقال: أنا أعوضك عن الخشب. تعجب الحطاب وسأله: وبماذا تعوضني فأنا لا أرى عندك شيئا؟ قال الجني: التفت وراءك. ولما استدار الرجل رأى شاة نصفها أبيض والنصف الآخر أصفر. قال الحطاب: إنها مجرد شاة. رد الجني: إذا حلبتها من الجهة البيضاء تشبع من اللبن، ومن الجهة الصفراء تشبع من السمن، والخير لا ينقطع منها، والآن خذها وانصرف، ولا تريني وجهك بعد الآن. فانصرف الحطاب، ولما وصل إلى بيته أخبر زوجته بالقصة، وأمرها بحلب الشاة، وما إن أمسكت ضرتها حتى فاض الحليب، وحين دارت إلى الجهة الأخرى فاض السمن، فكاد الرجل يطير من الفرح، وملأ جرتين كبيرتين أحدهما لبنا والأخرى سمنا، ونزل إلى السوق وباعهما واشترى طعاما و4 جرار. وبعد 5 أيام رجع إلى داره بحمار محمل بكل الخيرات. مضت مدة وأصبح له حمارين ثم 3، وظهرت عليه آثار النعمة. كان جاره ينظر إليه ويتساءل من أين جاءه كل هذا الرزق. وذات يوم قال لامرأته: أريدك أن تذهبي إلى دار الحطاب وتعلمي ماذا يوجد في تلك الجرار. لما خرج الرجل إلى السوق ذهبت المرأة لجارتها وطرقت الباب، فرحبت بها وأحضرت لبنا وسمنا وخبزا، وقالت لها: تعالي افطري معي. ذاقت الجارة من ذلك الطعام فأعجبها وسألتها: هل لديك الكثير من هذا اللبن والسمن؟ أجابت زوجة الحطاب دون أن تفكر: نعم، نأكل ونبيع منه كل يوم، والخير موجود. خاطبت المرأة نفسها: هذا يلزمه قطيع كبير من الأغنام، ودار جارتي بالكاد تكفيها هي وزوجها وأولادها ال3، لابد أن أعرف السر. ثم قالت لجارتها: ابني مريض، هل تعطيني شيئا من حليبك وسمنك له؟ أجابت زوجة الحطاب: طبعا، انتظري قليلا، سأملأ جرة هدية لك. ولما قامت اتبعتها جارتها دون أن تحس، ونظرت من النافذة إلى الحديقة الصغيرة فرأتها تحلب شاة غريبة اللون، فابتسمت بمكر ورجعت إلى مكانها بهدوء، ثم أخذت جرتها وانصرفت دون أن تنظر خلفها. انتظر زوجها حلول الليل، ثم جاء وتسلق السور الخشبي وأخذ الشاة ووضع مكانها واحدة لها صباغ أبيض وأصفر. وبعد أن اطمئن أن جاره لن يفطن لشيء رجع إلى الدار وأخفى الشاة. وفي الصباح لما وضعت امرأة الحطاب الجرة وأرادت ملأها لبنا وسمنا كما تعودت أن تفعل، لم تجد سوى قدر بسيط يسير من اللبن كأي شاة أخرى. وحين أخبرت زوجها جاء يجري، ثم نظر إليها مليا وصاح: هذه ليست لنا، لقد سرق أحدهم الشاة. ثم سألها: هل أتى إليك أحد البارحة؟ فقصت عليه ما حدث مع جارتها، فقال: لا يوجد غير جاري، فهو شخص لئيم. ثم ذهب واشتكاه للقاضي، فحضر الجار وقال للقاضي: هذا مجنون، فهل سمعتم يا فضيلة القاضي عن شاة تعطي لبنا وسمنة؟ فقال القاضي للحطاب: لا أريد أن أراك مرة أخرى أمامي، هل فهمت؟ وإياك أن تقلق جارك مرة أخرى، وإلا عاقبتك بشدة. رجع الحطاب حزينا إلى داره، وصار ينفق مما عنده من مال حتى نفذ، ثم باع الجرار والحمير ولم يبق معه شيء، واشتد بأولاده الجوع. في الصباح رجع إلى الغابة وهو يحس بالخجل من نفسه، وأخذ يضرب بالفأس في جذوع الشجر، فأتاه الشيخ وقد لاح على وجهه الغضب، وقال له: ألم نتفق على ألا تعود هنا؟ أجاب الحطاب في يأس: لقد احتال علي جاري وسرق الشاة التي أعطيتني إياها، ولم آتي إلى هنا إلا بعدما جعت أنا وعيالي، فعدت إلى صنعتي. قال الشيخ: خيرا إن شاء الله، خذ هذا المكيال، وإذا وضعت فيه الحصى تحول إلى فضة، والخير لا ينتهي، وهذه المرة احرص على ألا تفرط فيه. فأخذه الحطاب وذهب إلى داره، ثم تناول حصاة ورماها في المكيال، ولما قلبه سقطت قطعة من الفضة على الأرض، فلم يصدق عينيه وصاح بفرح: سنصبح من الأغنياء. وقال لزوجته: هات لنا يا امرأة صندوقا من عند جارتك نملأه فضة، وسأنزل إلى السوق الآن واشتري طعاما وصناديق جديدة، هيا أسرعي. فذهبت إلى جارتها وقالت لها: أريد صندوقا وسأعيده إليك غدا. فأعارتها واحدا قديما وهي تتساءل ماذا سيضعون فيه، فأنهم لا يملكون شيئا.
باع الحطاب الفضة ثم أعاد بناء داره ووسعها، وصارت امرأته ترتدي أفخر الملابس وصبيانه يأكلون أطيب الطعام، وكان الجار ينظر إليهم ويقول في نفسه: بعدما كانوا يطلبون منا رغيفا يابسا وباقي طعامنا أنهم الآن في أحسن حال، لابد أن أعرف سرهم. نعم، أن تلك الشاة التي تعطي اللبن والسمن جعلت مني رجلا ميسورا، لكن ذلك لا يكفيني، أريد كل شيء يملكه جاري. ثم طلب من زوجته أن تذهب إليه وتعرف ما الذي يضعه في الصناديق وينزل به إلى المدينة كل أسبوع، لكن الحطاب أوصى امرأته بأن لا تدخل جارتها إلى الدار ولا تكلمها، ولو فقدوا المكيال سيموتون من الجوع، وهو لن يقدر على العودة إلى الغابة مرة أخرى، فوعدته بذلك، واستعملت الجارة كل الوسائل، لكنها لم تفلح في معرفة سر ثراء جيرانها المفاجئ الذي تحدث عنه كل أهل القرية. وذات يوم أرادت الجارة أن ترتب بيتها وتلقي كل الأشياء القديمة التي لا تحتاج إليها، وحين فتحت الصندوق الذي استعارته زوجة الحطاب قبل أشهر وجدت شيئا ملتصقا في أحد الشقوق، ولما أمسكته بين أصابعها ونظرت إليه صاحت قائلة: تعال يا رجل، لقد أخذنا اللبن والسمن وتركنا الفضة. اندهش زوجها وقال: لا بد أن نعرف من أين جاءت هذه الفضة التي يملؤون بها الصناديق، علينا أن نجد حيلة بسرعة. وفي الصباح رأى الجار ابن الحطاب الصغير يلعب مع الصبيان، فخرج وقال له: إن أجبتني عن سؤالي سأملأ جيوبك بالحلوى. أجاب الولد: سأقول لك كل شيء يا خال. حك الرجل رأسه وقال: هل أحضر أبوك شيئا غير معتاد لما رجع من الغابة؟ أجاب الولد: لا أعرف، لكن رأيت مكيالا من نحاس عليه نقوش غريبة، وأبي يلفه فمنديل من الحرير ويخفيه تحت سريره. ابتهج الرجل وأعطى الولد ما وعده به، ثم رجع إلى داره وجلس يفكر كيف يسرق مكيال الفضة دون أن يحس أحد. ذهب الرجل إلى القاضي وأخبره أن جاره وجد كنزا وبيت المال أحق به، لكن القاضي قال أن الأمر من اختصاص الوالي، فسافر إليه ووصف له ثراء جاره الذي كان حطابا فقيرا. فرك الوالي يديه بسرور وقال له: حسنا فعلت، سأنقل الفضة إلى قصري وأملأ الخزائن، والآن أريد مكافأتك، قل لي ماذا تريد؟ أجاب الرجل: أريد فقط استرجاع مكيال أخذه مني جاري، فأنا أحتاج إليه في عملي، أما المال فلا ينقصني. قال الوالي: حسنا، سنبحث عن مكيالك ونجيئك به إلى دارك، ولكن دلني على دار جارك. وفي اليوم التالي حل مركب الوالي في الحي، وأخرج رجاله الحطاب المسكين وعلقوه في شجرة وهددوه بالضرب إن لم يعطيهم كل ما عنده من الفضة، فدلهم على الصناديق. ولما فتحوها أمام الوالي تعجب من كثرة القطع الفضية وصفاء لونها، فاشتد طمعه وقال له: أخبرني أين وجدتها وسأطلق سراحك. أجاب الحطاب: لقد وجدت الفضة في مغارة لما كنت أقطع الشجر، ولم يعد فيها شيء الآن. رد الوالي: أنت تكذب، فلقد علمت أنك تنزل إلى المدينة كل أسبوع محملا بالصناديق، هذا يعني أن لك الكثير منها، أليس كذلك؟ وصاح في رجاله: هيا اضربوه حتى يتكلم. لكن جاءت زوجته وارتمت على أقدام الوالي وصاحت: لا تفعل، سأقول لك عن كل شيء. وروت له حكاية المكيال الذي يحول الحصى إلى فضة. ابتسم الوالي وقال: الآن فهمت لماذا. وشى ذلك الرجل بجاره يا له من شخص لئيم. لما هم الوالي بالركوب جاءه الرجل وقال: لقد نسيت وعدك يا مولاي. لكن الوالي رد عليه بغلظة: أغرب عن وجهي وأحمد الله أني لم أجلدك على الكذب والتحايل، ثم إن ما فعلته بجارك لا يروق لي، هيا ابتعد أيها الحقير. رجع الرجل إلى داره وهو لا يطيق نفسه من الخجل وندم على طمعه، ولما رأته زوجته عاتبته وقالت: لقد كان تدبيرك سيئا، فمن يأخذ الفضة سيصل عاجلا أو آجلا إلى المكيال. المرة القادمة أترك الأمر لي، فجارك وراءه كثير من الأسرار، ولن يبطئ علينا كثيرا حتى يجيئنا بحكاية جديدة، وسأكون أنا في الانتظار. أما الحطاب فباع الحمير والصناديق، وبعد مدة لم يعد له شيء ليأكل، فرجع إلى الغابة واختار شجرة كبيرة. ولما رفع الفأس جاءه الشيخ وقد احمرت عيناه من الغضب وقال: ألم يكفيك المكيال حتى رجعت إلينا لتقلق راحتنا لا بد من عقابك؟ لكن الحطاب أجهش بالبكاء وقص عليه ما حدث، فربت الشيخ على كتفيه وقال: امرأتك تحبك ولقد أحسنت صنعا، هذه المرة سأعطيك شيئا لا يلفت الانتباه، لن تحتاج إلى جرار وصناديق. ومد إليه صحفة من الخشب وقال: ضعها في حديقتك، وفي الصباح عندما تسقط فيه قطرات الندى ستتحول إلى قطع من الألماس. اسمع جيدا،
إنها المرة الأخيرة التي أعطيك فيها شيئا ترتزق منه، بعد ذلك عليك بتدبير حالك بعيدا عنا، هل فهمت؟ طأطئ الحطاب رأسه وقال: المرة القادمة سأبيع داري وأبتعد عن هذه القرية، فلا خير في مجاورة شخص لئيم مثل جاري. ثم رجع وقص على امرأته ما حدث. وفي الصباح وجدا 3 قطع من الماس لا مثيل في جمالهم، فأخذ الحطاب واحدة وباعها لأحد كبار الصاغة، ورجع بمال كثير. ورغم حرص الحطاب على أن لا تظهر عليه النعمة، إلا أن زوجة الجار أحست بفراستها تغيير شيء ما عند عائلة الحطاب، وأن لديهم ما يخفونه، وأخذت تلح على زوجها ليعرف السر. سمع الملك بهذه الماسات الكبيرة التي ظهرت في السوق، وحاول أن يعرف مصدرها، لكن الحطاب كان حذرا، وكان يبيعها كل مرة في مدينة ويدفن المال. ورغم محاولة جاره إلا أنه لم يفلح في معرفة السر. وذات ليلة جاء ضيوف للحطاب وسهر كثيرا، ولم يستيقظ إلا متأخرا. في تلك الأثناء مر غراب ورأى الجواهر في الصحفة، فسرق واحدة وطار بها. كانت امرأة الجار تطل من النافذة وشاهدت ما حدث، فاتبعت الطائر إلى عشه، ولما أدخلت يدها وجدت الماسة فشهقت وقالت: جاري له كنز من الألماس وأنا لا أعلم، لكن من أين جاءه كل ذلك؟ وحين رجعت لم تجد أحدا في الحديقة، فصعدت إلى السطح وجالت بعينيها ولم تفهم من أين التقط ذلك الغراب الماسة. فجأة رأت ركب الملك يتوقف أمام دار الحطاب، فقالت: تبا، لقد سبقنا الملك. ولما سأل الحطاب عن الألماس أنكر أن يكون له علم بذلك، فهو رجل فقير يكسب عيشه من قطع الحطب. فتش الحرس البيت ولم يجدوا شيئا سوى صرة صغيرة من الدراهم، ولم ينتبه أحد للصحفة القديمة. قال الملك في نفسه: من المؤكد أن جواسيسي يقصدون شخصا آخر. وعندما هم بالانصراف جاءته المرأة وقالت: إذا كنت تبحث عن الألماس تلقاه عند الحطاب وهو يخفيه في الغابة. فسألها: ومن يضمن أنك تقولين الحقيقة؟ فأخرجت الماسة من جيبها وردت: لقد وجدتها في الغابة. أخرج رجال الملك الحطاب المسكين وامرأته وأولاده، وأخذوهم إلى الغابة، وهددوه بأنه إذا لم يدلهم على مكان الألماس فإنه سيرميهم في سجن مظلم، ولن يروا النور بعد ذلك. فبكت زوجته وقصت على الملك كل ما وقع لها بسبب الجان: الشاة التي تعطي السمن واللبن والمكيال الذي يحول الحصى إلى فضة، والندى الذي يصبح ألماس في صحفة الخشب، وأن جيرانها هم من قاموا بالتحايل عليه لتبقى الدار دون حراسة ويحصل على الصحف المسحورة. كان الملك يسمع ويتعجب، ثم سألها: وأين الشاة والمكيال الآن؟ أجابته: الشاة سرقها الجار، أما المكيال عند الوالي. قال لها: سأرسل رجالي للبحث في منزل جيرانكم، فإذا كان كلامك صحيحا أطلقتكم، والويل لك إن حاولت خداعي يا امرأة. أما الجارة لما وجدت دار الحطاب فارغة دخلت وفتشت أين رأت الغراب، وفي الأخير وجدت الصحفة وفيها 3 ماسات كبيرة، ولم تكتفي بذلك، بل دخلت إلى الغرف وأخذت كل ما أعجبها من ثياب. ولما خرجت رأت جنود الملك الذين صاحوا بها: توقفي أيتها اللصة، وأرينا ماذا سرقت من منزل جارك. لكنها رمت الصرة على كتفها وهربت وهي تقول: الآن لي ما يكفي، ولا أحتاج لمنزل خرب ولا لزوج الأحمق. لكن المرأة لم تبتعد كثيرا، فلقد تعثرت وسقطت على وجهها، فقبض عليها الجنود وأتوا بها إلى الملك. ولما وقفت أمامه أمر بفتح الصرة فوجد فيها صحفة الخشب. سألها: لماذا سرقت هذه الصحفة القديمة؟ وأين وجدت تلك الملابس الغالية الثمن؟ فعندما بحثنا في دار الحطاب لم نعثر على شيء. من المؤكد أنك تراقبينه أنت وزوجك وتعلمون سره، وأريد أن أعرف لماذا. هيا تكلمي. لكن المرأة أنكرت كل شيء، فضربها حتى انسلخ جلدها، فصاحت: توقف يا مولاي، أعطيني الأمان وسأتكلم دون انقطاع مثل الببغاء. قال الملك: حسنا، لكي هذا. صمتت قليلا ثم قالت: حقا لا أعلم كيف، ولكن كلما ذهب الحطاب إلى الغابة عاد بشيء سحري يربح منه كثيرا من المال. المرة الأولى كانت شاة تعطي السمن واللبن، والثانية مكيال يحول الحصى إلى فضة، والثالثة هذه الصحفة التي تمتلأ بالألماس عند سقوط قطرات الندى. هتف الملك: إذن كانت امرأة الحطاب على حق في كلامها. ثم أمر بإطلاقها مع وزوجها وأطفالها، ورد إليها صرة الملابس. بعد ذلك أرسل جنوده لأخذ الشاة، وقال للجارة: ستعودين إلى دارك، لكن على شرط أن تراقبين ذلك الحطاب وتعلميني إن أتى بشيء من الغابة. ردت: سأفعل كل ما تأمرني به، والآن أتركني أرجع إلى داري،
فلقد أنهكني الضرب المبرح. ومشت وهي تعرج، وقالت في نفسها: اللعنة على الطمع، كنا نكسب جيدا من تلك الشاة، والآن خسرنا كل شيء، وضربوني كالطبل يوم العيد. أما الملك فلم يحمد الله على الشاة وصحفة الألماس، وأرسل في طلب الوالي وطالبه بالمكيال، وبما أخذه من الحطاب من فضة أنكر الوالي، لكن الملك أمر الجنود بضربه حتى انسلخ جلده، وفي الأخير أرجع كل ما أخذه، وقال: اللعنة على الطمع، فلقد كانت خزائني مليئة، وماذا ربحت من ذلك الحطاب اللعين؟ أما الملك فبدأ يكنز في الفضة والأحجار الكريمة حتى صار أغنى الملوك، وبعد أشهر نفذ مال الحطاب الذي ردمه، وجاع عياله فتحامل على نفسه، وذهب إلى الغابة وقال: ليعذرني الجني. ولما رفع فأسه ليقطع أحد الأشجار، ظهر الشيخ وقد احمرت عيناه، ولوح بيديه وقال: ألم يكفيك ما أخذته منا يا لك من لئيم؟ بكى الحطاب وأخبره بكل ما جرى، فأطرق الجني برأسه ثم قال: لقد نالت جارتك والوالي نصيبهما من الضرب المبرح، ولم يبق إلا الملك. خذ هذه العصا إذا قلت لها المرة الأولى: أعطني من خيرك، فستنثر حولك البخور والعود الهندي. أما المرة الثانية فستضربك حتى تظهر عظامك. كل ما عليك أن تفعله هو أن تتحايل حتى تصل تلك العصا للملك. هل فهمت؟ أجاب الحطاب وهو يضحك: أرجو أن تضرب العصا بقسوة ليتعلم ذلك المحتال الأدب. أجاب الجني وهو يفرك يديه: ستسمع من الأخبار ما يسرك، انتظر الحطاب. حتى خرجت الجارة إلى النافذة، فأخذ العصا وقال: أعطني من خيرك. فبدأ البخور الأصفر الصافي بالنزول منها حتى صار كدسا كبيرا. كانت تلك المرأة تنظر وجرت للملك لتعلمه، فلقد وعدها بصرة مال، فجاء حرس الملك وأخذوا العصا وسلموها إليه، ولما خلى بنفسه قال للعصا: أعطيني من خيرك، فإن هالت عليه ضربا وكلما هرب إلى مكان لحقت به. ثم ظهر الشيخ الجني فجأة وقال له: لقد أخذت أشياء لا تخصك وسترجها في الحال إلى صاحبها. صاح الملك وقد كست جسمه الجروح والكدمات: سأفعل ذلك، لكن أطلب أولا من العصا أن تكف عن الضرب. فتوقفت عن ذلك فنادى حرسه وطلب منهم إرجاع 3 أشياء للحطاب على الفور، وقال له الجني: أتمنى أن لا تضع يدك على رزق الناس، ولا يغرنك أنك الملك، فيوجد من هو أقوى منك. أجاب الملك وهو يتوجع من كثرة الضرب: أعدك بهذا وسأتصدق بربع مالي، أرجوك أبعد تلك العصا، فقد نالني منها ضربا شديد، يا ظهري وآه يا رأسي. فضحك الجني وانصرف. أما الحطاب فقد ترك بيته وذهب بعيدا إلى أحد المدن الكبيرة، وعاش هناك عيشة الملوك من الخيرة، تاركا جاره وزوجته نادمين مما فعلوه، وقالوا في أنفسهم: كان علينا أن نتعاون معه ونكسبه فرحيله بسببنا، وسبب لنا الكثير من المشاكل والأوهام، حتى أننا لم نجد ما نأكل، هذا بسبب أذيتنا له وطمعنا، وهذا جزاء الطمع والحسد والكراهية.